7 طرق للتخلص من مقاومه الانسولين. اول حاجه بلاش سهر بالليل، لان السهر بالليل بيعلي الاستريس هرمون اللي هو هرمون الكورتيزون، وده بيزود مقاومه الانسولين. رقم 2 ممارسه الرياضه، يعني لازم تعمل تمارين وبالاخص تمارين المقاومه لانها بتحسن الريسبتور والمستقبلات في الخلايا. ثالث حاجه حافظ على جرعات خل التفاح، لانه من الحاجات اللي بتساعد جدا في تنزيل مقاومه الانسولين وتحسين الهضم عندك. الحاجه الرابعه لازم تقلل من الكربوهيدرات، مش زي الناس اللي بيغمى عليها قدام الفرن اول ما تشم ريحه العيش الفينو كده والباتيه والفطاير والمخبوزات. خامس حاجه امنع السكريات والمقليات وبلاش تاكل دهون مهدرجه وخليك في الدهون الصحيه. سادس حاجه بقى في اعشاب بتساعد جدا في تقليل مقاومه الانسولين زي عشبه الملك ثيسل او شوكه الحليب، ودي من الكنوز الاعشاب في تقليل مقاومه الانسولين وتقليل دهون الكبد. القرفه من الحاجات المعروفه طبعا لكل الستات وموجوده في كل بيت من البيوت، ومعروف انها بتنزل السكر لمرضى السكر وانها بتقلل مقاومه الانسولين. ولو انت عايز برنامج كامل ينزل لك مقاومه الانسولين وينزل وزنك مبني على احتياجات جسمك وهدفك، ابعت لي كلمه مقاومه انسولين عشان ابعت لك تفاصيل البرنامج وطرق التواصل.